أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من ديجي سبور الذي يبث مباشرة عبر الصفحات الرقمية لميديان تيفي. في هذا العدد سنناقش محور الأسود المغاربة يتألقون في الدوريات الأوروبية. وللحديث عن هذا الموضوع معي من الدار البيضاء الزميل الصحفي الرياضي وليد لباب. وليد، أهلا، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بالمشاهدين الكرام، وجد سعيد بالحضور معكم اليوم. مرحبا. وليد، يوم أمس قاد أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني للفوز على بورتو، وبذلك أصبح الهداف التاريخي للفريق اليوناني. ربما معطيات إيجابية جدا للدولي المغربي وما يقدمه رفقة النادي. آه، طبعا يوسف، عفوا، أيوب الكعبي منذ السنة الماضية هو يقدم مستويات كبيرة مع أولمبياكوس. قاد الفريق لتحقيق أول لقب أوروبي وأول لقب أوروبي في تاريخ اليونانية ككل. هذه السنة أيوب الكعبي يقدم مستويات كبيرة. عاد الفريق بانتصار من ملعب دراغا بصعوبته بكل شيء. سجل هدف الانتصار وجعل بورتو منافسا قويا على الصعود لأدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي. أيوب الكعبي إضافة إلى أنه حقق انتصار مهما في مسار أولمبياكوس هذه السنة في الدوري الأوروبي، وصل للهدف رقم 21. تعدى جغرافيا الملاعب اليونانية ودخل تاريخ أساطير النادي. 21 هدف متفوقا على زميله المغربي الدولي المغربي يوسف العربي بعدد مقابلات أقل. أن أيوب الكعبي يقول أنه يحافظ على مستواه الثابت، بالإضافة لما قدمه السنة الماضية ومساهمته في التتويج هذه السنة. يسير بالفريق نحو أدوار خروج المغلوب، وتفصيله مقابلة واحدة عن ذلك. صحيح. ربما بعد المباراة يوم أمس وليد، مدرب الفريق اليوناني خوسي مينديليبار وصفه بالمذهل. طبعا، لأن كما قلت سارة أن المقابلات عموما التي تجرى في الأراضي البرتغالية، أتكلم عن المقابلات المستوى الأوروبي. شاهدنا مقابلات برشلونة وبنفيكا معيار مصغر اولمبياكوس. مقابلات اللي ترى داخل الاراضي، مقابلات صعبه. خصوم داخل ملعبها تقدم مقابلات كبيره، وهو ما شاهدناه يوم امس. الى دقيقه 79 كان بورتو المسيطر، كان الاقرب لافتتاح التسجيل، الا ان المهاره، تمريره عرضيه سددها نحو مرمى بورتو. وهو هدف انتصار. وكما قلت أنا غالي في مشوار هذه السنه في باعتبار ان مباراه واحده تفصل عن نهايه الدوري، وفق نظام جديد سنه. ان تصريح بعد نهايه المقابله تصريح منطقي، يحترم منطق الاشياء، ان ايوب الكعبي قدم ما لم يقدم زملائه خلال 90 دقيقه. وليد، ربما أريد مقارنة بين ما يقدمه أيوب الكعبي رفقة فريق أولمبياكوس اليوناني ورفقة المنتخب المغربي. بالنسبة لي ليست نفس الظروف، لأن مع النادي تعيش طوال الأسبوع عدد المقابلات، التنزيل الفعلي لخطة المدرب أو المدربين طوال السنة، اختلاف المسابقات. في المنتخب تبقى مقابلات قليلة على حسب فترات التوقف الدولي. أن تقديم نفس الوقت هو شيء صعب للغاية. انه ليس نفس اللاعب، ولكن ليست نفس الظروف، ليست نفس ليس نفس عدد المقابلات. الطبيعه تختلف. انما ايوب الكعبي منذ قدومه للمنتخب الوطني المغربي هو متالق، سجل في تصفيات كاس العالم. انه بين اللاعبين ثلاث في خط الهجوم. اعتقد انه في الوقت الحالي يبقى افضلهم، بالاضافه لما يقدمه النصيري مع فنربخچه. صحيح. ننتقل للدولي المغربي الآخر أو اللاعب المغربي الآخر حمزة إيجامان. وليد، بالرغم من خسارته يوم أمس رفقة مانشستر يونايتد إلا أنه يقدم مستويات جيدة رفقة رانجرز الأسكتلندي. بالفعل، حتى طريقة انتدابه أظن أنك شافت الفريق على تربص قبل شهر رمضان القادم استعدادا للأولمبياد. لم يحالفه الحظ للحضور بسبب الإصابة، لكن التقط فريق غلاسكو رينجرز
وحتى المبلغ الذي ادوا لفريق الجيش الملكي يبقى مبلغ كبير، ما يعني انهم كان لهم ايمان كبير بحمزه ايجامان وبما يمكن تقديمه، ولم يخيب الامل. بدايه موسم جد رائعه على المستوى المحلي، بدايه رائعه حتى على المستوى الاوروبي، تسجيل في مارمانيس خارج الميدان، تسجيل في مقابله القمه امام توتنهام. حتى مقابلة الأمس قدم شوط أول ممتاز، الشوط الثاني لا بأس به رغم عدم تمكنه من التسجيل، إلا أن نتكلم عن مقابلة كلاسيكية أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد. رغم أن الظروف تختلف، قوة مانشستر يونايتد تختلف مقارنة مع السنوات الماضية وما يمر منه. للأسف كنا نود أن نتابع نصير مزراوي في نفس المقابلة، إلا أن التخوف من معاودة الإصابة جعلنا نتابع إيجامان فقط. أعتقد أن إيجامان يدق أبواب المنتخب، يقدم مستويات ثابتة، يلعب بالرجل اليمنى واليسرى، وهو ما لا نتوفر عليه داخل المنتخب الوطني المغربي. لن أبالغ إن قلت أن إيجامان لاعب متكامل. أبقى مع هذه الفكرة وتألق إيجامان. هل بالنسبة لك تألق حمزة إيجامان رفقة رانجرز الاسكتلندي يفرض على وليد الركراكي استدعائه في اللائحة المقبلة؟ هو مبدئيا لا شيء يفرض استدعاء لاعب او تواجد لاعب داخل التشكيله، لان لكل ناخب قناعاته، لكل ناخب يعني لكنه اسماء. يتألق، ونحن لكن دائما لكن ما نريد طبعا طبعا لاعبين يتألقون رفقة الأندية، أليس كذلك؟ طبعا لكن لما لا؟ المنتخب الوطني المغربي مرتاح من ناحيه الترتيب الخاص بتصفيه كاس العالم. لاعب متألق، قدم أوراق اعتماده منذ التحاقه بالدوري الاسكتلندي. إذا فبالنسبة لي وفي اعتقادي الشخصي أن حضوره في تجمع ماس سيكون حضور مستحق، ويفرض تنافسية بين الثلاثي المتواجد حاليا، لأن عدم استدعاء لاعبين جدد كان في اعتقادي الشخصي سيغلق يعني باب التنوع، وهو يعني ومعطى سلبي بالنسبه لي. اذا فالمنافسه ادماج اسماء جدد انهم يستحقوا ذلك يبقى يعني شيء ايجابي. واعتقد ان المناداه على حمزه ايجامان خلال التجمع الاعدادي سيكون مستحقا جدا. صحيح. ننتقل للدولي المغربي الآخر حكيمي رفقة باريس سان جيرمان. ربما في كل مباراة وليد يثبت على أنه من أفضل الأظهرة في العالم. كان خوفا من المجتمع، لانه حاليا الظهير الافضل في العالم، الظهير يعني في اعتقادي الشخصي الظهير الافضل في العالم، يقدم اوراق اعتمادي بشكل جيد. انباء عن تجديد عقد رفقه باريس سان جيرمان الى غايه 2029، وهذا يعني ما يعني ان يملك ثقه لويس انريكي اولا، يملك ثقه اداره باريس سان جيرمان وملاك النادي. واحد من الركائز الاساسيه في مشروع باريس سان جيرمان للسنوات القادمه، المشروع الذي تغيرت ملامحه، يعني لجأ إلى تكوين فريق وفق معايير محددة عوض انتداب يعني نجوم بمبالغ كبيرة كما حدث في السنوات الماضية. حاليا حكيمي يقدم أداء كبيرا على المستوى التقني، على المستوى القيادي، إلى جانب ماركينيوس يقدم يعني الدعم للمجموعة، الدعم للاعبين الشباب. في مقابلة يونايتد كان أعتقد ثاني أفضل لاعب تنقيطا بعد فيتينيا. يكفي مشاهدة الخرارية للاعب بعد المقابلة لمشاهدة ما قدمه فعلا. لاعب بسخاء بدني كبير، بعطاء كبير داخل الملعب. عاد رفقة أظن رفقة فيتينيا وراموس، يعني أنا بالنسبة لي هم العناصر اللي كانوا أكثر تألقا خلال مقابلة مانشستر سيتي. عادوا من بعيد بمانشستر سيتي، ويكفيه مانشستر سيتي الانتصار يعني في المقابلة الأخيرة بألمانيا للحفاظ على أمله يعني بالعبور للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا. وليد، على بعد ربما 3 أيام أو يومين على قرعة كأس إفريقيا، هل بالنسبة لك تألق الدوليين المغاربة شيء إيجابي أم سلبي لوليد الركراكي؟ هو سيف ذو حدين، لان كما قلت يعني في وقت سابق، الاسماء وتالق الاسماء شيء، وايمان اي مدرب او اي ناخب باسماء معينه شيء اخر. يعني الركراكي لديه افكار، لديه اسماء شبه ثابته من الصعب تغييرها، لكن واقع الامور ان هناك لاعبين متالقين يعني في الاشهر الماضيه. على سبيل المثال تكلمنا كثيرا عن حمزه ايجامان، يعني اسماء تفرض عليك
بمنطق الكرة، بمنطق الاستحقاق، بمنطق ما تقدم تفرض عليك الحضور. لذلك سيكون أمام أقول صعبة، لأنه لا يمكن استدعاء أكثر من 3 أو 4 مهاجمين. أتكلم عن يعني مهاجم صريح، لا يمكن استدعاء أكثر من 3 أسماء، يعني أنه سيكون أمام خيارات صعبة. خصوصا أن في نفس الوقت تألق النصيري ورفقة فينرباختي عفوا، تألق أيوب الكعبي الذي تحدثنا عنه، تألق رحيمي في المقابلات القليلة الماضية، يعني أنه سيكون أمام خيارات صعبة. ولكن هو الناخب الوطني هو من يتحمل المسؤولية بعد كأس أفريقيا، بعد قرعة كأس أفريقيا ستتضح الرؤية. وسيكون على وليد الركراكي في الأشهر القليلة يعني القادمة الخروج بتشكيلة وبأسماء بمجموعة واضحة للمنتخب الوطني المغربي، لأنه بعد شهر مارس أو أبريل سينتهي وقت التجريب، سينتهي وقت التغييرات الكثيرة التي يشهدها المنتخب الوطني المغربي خصوصا على مستوى المحور الدفاعي. بعد شهر مارس أو أبريل وقت يعني كما نقول في كرة القدم ليكيب تيب، وقت التحضير سندخل في يعني في العد التنازلي لكأس أفريقيا. بعيدا عن الدولين المغاربة، وليد، توقعاتك لقرعة يوم الاثنين؟ يعني صراحة ما عنديش تكهنات، ولكن من الأشياء الصعب صراحة الشيء التكهن. يعني من الصعب، ولكن الشيء الإيجابي في القرعة أنك يعني ستعرف رؤوس المجموعات، وهذه هذه تبقى يعني كيبقى شيء إيجابي. دائما عندما تكون على رأس المجموعة تكون أظن الأمور تكون سهلة، لأن آخر مرة لم نكن على رأس المجموعات هي كنظن في نسخة مصر. بعد ذلك كنا دائما على رأس المجموعة، يعني كنا نمر بسلاسة، يعني أن مسألة خصوم في دور المجموعات يعني مسألة أصبحت ثانوية، الأهم هو خصوم الدور الثاني وما بعد ذلك. على العموم نتمنى أن تكون القرعة رحيمة بالمنتخب المغربي حتى نمر للدور المقبل بكل سلاسة. ونتمنى أن يكون المنتخب المغربي رحيما بنا. وليد لباب كنت معي من الضالة البيضاء، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا سارة. مرحبا. نهاية ديجي سبور، إلى اللقاء.